بالبداية أعزائي بدي أعتذر منكم كلياتكم على هالاستدعاء السريع ويلي كان ضروري ومستعجل. وطبعا لو ما كان صاير حادثة على مستوى من الأهمية ما كنت رح استدعيكم حتى نجتمع بهي السرعة. عنصر الأمن المكلف من قبلكم جابني لهون بطريقة رعناء، وحتى قال لي إنه في محاولة اغتيال. معقول كل ما يكون في إخبارية من هذا النوع يكون هيك التصرف؟ هي ما كانت إخبارية بسيطة على الإطلاق، لأنه يا زميل في عضوين من مجلسنا تعرضوا لمحاولة اغتيال. محاولة الاغتيال اللي صارت ضدي باءت بالفشل بفضل التدابير الأمنية يلي عملها رئيس المجلس. بدي منكم قبل ما تبلشوا تنتقدوا رئيس المجلس تسمعون وبعدين وجهوا الأسئلة تبعكم. العضو الثاني يلي تعرض لمحاولة الاغتيال هو السيد أشرف وتصاوب، ولهذا السبب هو مانو موجود معنا هلأ. يعني مثل ما فهمت انه مجلسنا عم يتعرض لنفس المؤامرة من وقت اغتيال الرئيس السابق، والشيء اللي بيدعم شكوكي انه العضوين اللي تعرضوا لمحاولة الاغتيال هن العضوين الموجودين بتركيا. هي أنا كمان موجود بتركيا، وأنا ما تعرضت لهلأ لمحاولة اغتيال. طبعا مع احتمال انه تكون انمنعت قبل ما تصير. كان في محاولة اغتيال ضدك كمان، بس طبعا نحن قدرنا انه نتدخل قبل ما يصير هذا الشيء، ومن شان هيك يا زميل ما خبرناك باللي صار. حسب ما فهمت يلي عم يعملوا هذا الشيء عم يبعتوا رسالة واضحة، وعم يقولوا انه نحن قادرين على اختراقكم ونعملكم مشاكل كمان وناخد راحتنا ونوصل لراسكم وقت بدنا. مشان نقدر نحكي بهذا الشيء لازم يكون عنا معطيات. نحن لهلأ ما بنعرف مين واقف وراء اغتيال رئيس المجلس السابق، ولهذا السبب بدي منكم انه ما تغادروا الوطن حاليا ومؤقتا طبعا، وهالشي لبين ما نحصل على المعلومات الكافية. بالأول بلشنا بتدابير أمنية، وهلأ هيك نحن لكل واحد منا عنده مشروع عم يشتغل عليه برات البلد. بدكم منا نترك كل شيء ونحن محكومين بطاعتنا للرئاسة؟ هي ضربة لعاداتنا وانقلاب على احترام خصوصيات أعضاء الهيئة. عفوا يا زملاء، أنا بفهم عليكم وبعرف شو وجعكم، بس طبعا إذا ما عملنا اللازم رح يروح المجلس، ووقتها ما رح نقدر نحافظ على العادات. مشان نقدر نبعد هالضغوطات عنا لازم نأجل مشروع القوة الإقليمية وما نفوت أكثر بالمشاريع المستقبلية. وضح حكيك، عن شو عم تحكي؟ عم أحكي عن مشروع التمدد بالبلقان، مشروعاتنا المتعلقة بالأمم المتحدة، وكمان مشروعاتنا مع حلف الأطلسي وأوروبا، مواقفنا المتعلقة بغرب القارة الآسيوية، وكمان مشاريعنا الحيوية بالطاقة. في حال ما حمينا حالنا كل هاي المشاريع راح تنهار. نحن لازم نأجل هاي المشاريع كلها لوقت ما نقدر نأمن الداخل تبعنا وتروح التهديدات. نحن كنا بنعرف أكيد لما بلشنا نشتغل على هاي المشاريع إنه رح نواجه كتير من الصعوبات والتهديدات على كافة المستويات، وبلشناها. ما بهم أبداً إنه كنا بنعرف، بهمنا إنه في عنا حالياً هاي القوة الكافية لنوقف بوجه التحديات والمخاطر. إذا أجلنا هاي المشاريع وقررنا نحمي حالنا ما رح يكون لنا فرصة تانية نطلع بهاي المشاريع على الأرض. بدي أذكركم بالحوادث يلي صارت بالزمان ويلي لازم نتعلم منها. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي كان عنا فرصة ذهبية نقدر نتمدد ونمسك بلدان البحر الأسود الصغيرة كلياتها، على القليلة من خلال زرع حكام موالين للشعب التركي، ويلي كان من الممكن بعد فترة قصيرة يندمجوا بتركيا. بس للأسف ضاعت هي الفرصة، ومشان هيك ما عاد اسمح تضيع علينا فرصة تانية للأمة التركية. ما كتبوا سطر واحد من يلي حكيته، ما كتبوا حرف واحد عن الختيارية. شو هالوقحة هي؟
أستاذة جاي خبرك في كتاب وشاي بحقي، وإجا قرار بنقل وظيفتي، رح انتقل على الحدود الشرقية. ما رح تروح، خد تقرير طبي. أستاذة ما رح يمشي الحال. أنا بحترم كل شي عم تعمليه، بس يمكن ما في فايدة. أنا السبب بكل شي صار. أنا إلي الفخر إني اشتغلت تحت إمرتك أستاذة. إن شاء الله بعد زمان نرد نشتغل مع بعض. عمل مثل ما عم قلك، خد تقرير طبي وأنا بحل المشكلة. بتأمريني بأي شيء أستاذة؟ العمر إلكن حضرة المدعي، بدك ما تواخذيني، كنت أنا بدي أحكي معك بس أنت اتصلت. شو هالوقاحة سيد دينيز؟ أنا بشرح لكم عن مؤسسة سرية موجودة بتركيا وأنتم ما بتنزلوا سطر بالصحافة؟ أستاذة أنت في عندك دليل على حكيك؟ ما بكفي إني أنا حكيت؟ حضرة المدعي أنت بتعرفيني، أنا ما بنشر خبر من دون مصداقية، ما تواخذيني. فهمت عليك سيد دينيز، ما في داعي تشرح لي. أنا اليوم اضطريت أكذب على المجلس كرمالك. بتعرف ليش عملت هيك يا فاروق؟ لأنه لو قلنا لهم إنك أنت العضو الوحيد يلي ما تعرض لمحاولة اغتيال بتركيا لكانت حامت حواليك الشبهات وكل باقي الأعضاء شكوا فيك. ما كان في داعي إنك تكذب. أنا ما دخلني وما عملت أي شيء غلط، وإذا لزم الأمر اعملوا جلسة تحقيق وحاسبوني إذا لقيتوا شيء. إذا هيك يا ريت تجاوبني على هدول. تاري الأعضاء معهم حق. أنت ما عملت هالشي لتحمينا، أنت وكلت مهمة الحماية للمجموعة الخاصة لتراقبنا وتتجسس علينا. هي قلة احترام كبيرة للمجلس. إذا ما كنت عامل أي ذنب فأنا مستعد إني أدفع ثمن قلة احترامي للمجلس وبكل صدر رحب. هاي الفرصة قدامك، بري حالك من هاي الاتهامات وبعدين فيك تجي تحاسبني يا فاروق على قلة احترامي للمجلس. سيد عادل، أنت ختيرت لدرجة أنه ما عاد تميز المعلومة المضللة من الصح. ما تتعدى حدودك. أنا مضيت عمري كلياته وأنا عم درب الاستخبارات، وما رح هلأ أجي أتعلم من حضرتك كيف حلل المعلومات. لا تتلاعب معي، أنا عم بفهم كل شي عم تعمله، بس أنا عم أعطيك فرصة لتوضح يلي أنت فيه. إذا أصدرت حكمك علي فما عاد في شي أحكي لك ياه. لو أصدرت حكمي ما كنت هلا واقف قدامي عم تحكي. هي المرة من زمان كتير هي عم تلاحقني، بدها تعرف عن مشروعنا بالطاقة النووية، وأنا عن طريق هي المرة عم أقدم للي وراها معلومات غلط، وهاد كل شي. طيب وليش لهلا مخبي عني هيك شغلة مهمة؟ ما كنت بعرف إنه لازم أشرح لك عن كل حادثة بتصير معي ولو كانت بسيطة. وأركان كمان هيك؟ أنا سبق وخبرتك إنه نحن عم نحاول نتصل فيه لنقدر نحل لغز الشيء اللي صار، وبعد ما خبرتك بلاقي عند حضرتك يا فاروق. أنا ما شفته ولا التقيت معه، أنا ماني شايفه من 4 سنين. طيب كيف فيك تشرح لي هدول الصور؟ من ناحيتي في جواب واحد بس: مؤامرة. معلم، احتمال كبير هنن بالغرفة 110، هدول أكتر شي مشكوك بأمرهم. من وين طلعت بهالنتيجة استاذ باقي؟ معلمي هنن من الصبح ما طلعوا من غرفتهم، راقبت كل الغرف.
ابني، ما بيصير نبني شغلنا على التخمينات. لازم نكون متأكدين انه هن الجماعة بنفسهم. معلم، شو رأيك نطلع الجماعة من الغرفة؟ كيف بدنا نطلعهم يا زكي؟ ثغلتها بسيطة. يا ولد، خير ان شاء الله. شوف في خير. حريقة. شو عملت؟ يلا لينا بسرعة بسرعة يا لطيف، لك شو صار؟ معقول يصير حريقة؟ حريقة اطلعوا. يا رب دخينا بسرعة الحريقة. على مخرج الحريق، على مخرج الحريق. يلا على السريع على مخرج. بسرعة بسرعة يا أخي، أنا خايف يا أخي، بسرعة يلا. أول مرة بسمع حريقة بالأوتيل، لك بسرعة. يلا لينا نازلين عملكم. يلا بسرعة. يلا الناس تتمشى على المخرج. يلا إذا بتريد، يلا إذا بتريد كلياتكم على المخرج بسرعة. إذا بتريدوا بسرعة، ما في مجال لتوقفوا. يلا إذا بتريدوا على السريع، لازم تطلعوا من الغرفة، في إنذار حريق. يلا يا جماعة، يلا. نجدك، اطلع على برا وراقب الباب. براسي خالي. اترك كل شي بإيدك وتعال عندي. صور لي هدول. صور. عفوا دكتور، كيف وضع بابا عمر؟ حضرة المدعية تفضلي نحكي بهديك الغرفة. خير دكتور، في شي؟ دكتور طمني. انت شو عم تعمل هون؟ يلا افتح الباب. حضرة المدعية، في شي بدي اشرح لك اياه. وشو هالثياب اللي انت لابسها؟ اذا صاير شي لبابا عمر ما رح خليك تطلع من هون عايش. انا ما اجيت لهون مشان اذي اي حدا. انا خاطرت بحياتي مشان احكي معك. اترك لي الموبايل، فهمني شو عم تعمل. حضرة المدعية، اسمعيني بعدين اعملي شو ما بدك. احكي. أنا يلي خططت لاغتيال ميماتي باش. وليش جاي هلأ قررت إنك تحكي؟ إذا كان بدك إني ساعدك فانسى الموضوع، لأني ما عم بقدر حرك إصبعتي مشان ساعد حالي. لأنه ما في حدا غيرك رح يصدقني. كان هذا الاغتيال بأمر من الختيارية. استعملوني مشان نفذوا وبعدين قرروا إنه يصفوني. أنت فضحتيهم بس الصحافة ما نزلت لك كلمة واحدة، ما هيك؟ وأنا مثلك وبنفس المكان. مين؟ أعطيني أسماء. رح أعطيكي أستاذة، رح أحكي لك كل شي بعرفه. إذا طلبت وكلفت رجال مشان يحموك فصدقني ما رح يفيدوك. ما بدي شي أستاذة، بدي بس تسمحي لي إني أروح بعد ما أدلي بأقوالي. وليش بدي صدقك؟ يمكن عم تعمل هيك مشان تخبي غير شغلات. يمكن الختيارية بعتوك لعندي مشان تخدعني وبطل لاحقهم. أنت ما في شي بإيدك أستاذة ليلى. لا أنا ولا أنت في عنا فرصة لأي شي. بهذا العنوان بيسكن السيد فاروق. ما بعرف اسم عيلته. هذا بيكون من أعضاء المجلس، هو يلي أمرني بعملية الاغتيال. عبد الحي لازم نلتقي فورا. سيدي مثل ما أمرته، الفدائي بلش بشغله. طيب حلو كتير.
خبر الختيارية إني ما خنتن. نحن شو قاعدين ناطرين هون؟ شامل، ما حدا غيرك بيعرف المكان. يعني معقول نترك الشباب ونمشي؟ أخي، مراد على مدار مات. الختيارية رح يقدروا يلاقونا ويصفونا. مشان هيك لازم انتقم بسرعة. شامل، معلم كارا قال بالكتير يوم واحد. إذا رحنا على جروزني متأخرين يوم ما رح تخرب الدنيا. ماشي حاضر. خلص تكرم عيونكم. أهلا وسهلا أستاذ. بدنا نتصل بغرفة رقمها 114، يعني لو سمحت. حاضر. للأسف ما حدا عم يجاوب. وين الحمامات؟ لقدام وبعدين بتلاقيهم على إيدك اليمين. انت خليكم. أنا رايح على الحمام وراجع. سكران متقل بالشرب ايه متقل بالشرب. يا ربي. الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق التغطية، يرجى المحاولة لاحقاً. اتصل السيد دينيز. تعرف وين سميح؟ عم بتصل ما عم لاقي. لا سيدي، أنا ما شفته اليوم. رؤوف، لازم التقي بالختيار الكبير. الختيار الكبير عنده اجتماع مهم، بس يخلص رح خبرك. رؤوف، الموضوع كتير ضروري. سيدي، ما فيني اقطع الاجتماع، بس إذا في شي ملاحظة بوصلها. المفتاح هو سميح، هي الملاحظة وصلها. وين المجوهرات؟ التبديل رح يصير الليلة. أنا رح أبعت حدا لهون ياخدكن. هالمرة ما في داعي لهالشي. إذا صار أي مشكلة معنا بالنهاية ما عاد تشوف أبوك. هي المواد النووية تهديد كبير إلنا. ممكن جماعة المنظمة يستخدموها ضدنا. ليش المنظمة عندها القدرة إنه تدير هيك عملية؟ أنا ما بشوف الموضوع استخباراتي، ممكن نحله دبلوماسيا. وإذا قدرنا نقنع جناح المنظمة بخطورة هاي المواد على الجبل أولاً، رح يكون بمقدورنا بعد إقناعهم بضرورة إعادة بيع هاي المواد، وطبعاً نحن الزباين. أو لازم نلاقي نقاط ضعف نفوت منها.
وإذا كانت نقاط الضعف تخص عيالهم فمنخطف عيالهم. أنا آسف بس لازم رد على التليفون. معناتها رح انتظر منك تقرير عن هالموضوع بكرة. قالوا نعم. قلت سميح؟ وقفوا لي سميح، سكروا مداخل ومخارج المبنى. في شي مشكلة؟ بدي أشوف السيد فاروق. ما فيني فوتكم من دون موعد. أنا مدعية عامة، خبروا مين بكون وهو أكيد رح يقبل يشوفني دغري. هذا الحكي ما بيغير شيء استاذي. سيد فاروق ما بيشوف حدا من دون موعد. بتحب هذا الموعد؟ عبد الحي انسحب قبل ما تموت. قبل ما أشوف فاروق ماني طالع. أستاذي، أنت متأكدة من المكان؟ يمكن عم يخدعنا أركان. لو كان هذا البيت لواحد من الختيارية كانوا هجموا علينا فوراً. نزلوا سلاحكم على الأرض. إن شاء الله اقتنعت هلأ عبد الحي. اتركوا سلاحكم وزتوه على الأرض فوراً. أنتوا اللي اتركوا سلاحكم وزتوه. مين أنتوا لترفعوا سلاحكم بوش المدعية العامة؟ اهدى، ما بدنا شي، بدنا نشوف السيد فاروق. هاد كل شي بدنا اياه. شو عم يصير هون؟ سيدي، هي الأستاذة ليلى المدعية العامة ورجال مراد على مدار. قال جايين لهون بدهم يشوفوك. ومن وين هن عرفوا مكاني؟ ما بعرف، بس وقت قالوا لهم ما رح تشوفهم داهموا البيت. نهيلي قلة هالأدب فوراً. سيدي، ما قوصنا عليهم مشان ما يصير اشتباك. إذا بتسمح فيني أحكي معهم. مو مسموح. روحوا ورجيهم كيف بيقتحموا بيتي بهي الطريقة ويجبروني إني شوفهم. فيني اتركهم بعد ما صادر سلاحهم؟ ما حاطينك هون لتشير علي وتقنعني. في تهديد على سريتنا وعلى حياتي، قضيلي على هذا التهديد فوراً. أنا رح أدخل، إذا بدكم أوصوني. نزلوا سلاحكم وإلا رح أقتلها. ما رح يقوص، ما تتركوا سلاحكم. عبد الحي ما تجبرني. شو عم تعملوا؟ أنا قلت لكم ما تتركوا سلاحكم. اهدي. اتركني. اتركني يا بطل. عاكف اترك الأستاذة وقوصنا قلنا. لك مراد على مدار إله فضل على حياتكم كلكم. بهي الطريقة بدكم تشكروه؟ يا قليل الشرف، بدك تقوص على مرة؟ عود عود. عاكف، جيب الأستاذة رح أحكي معها.
رح حاسبك على كل شي عملته. ما رح تقدري حضرة المدعية. وهلأ أستاذة، أعطيني الشنطاية لفتشها. عم يهربوا. شو صار معك حسني؟ حليتي لي القصة شي؟ ستنا، لغيت كل قنوات الأخبار بكل أجهزة المشفى عنا. لا تنسى حتى القنوات العادية رح ينقلوا هذا الخبر. أمي، لغيتهم كلهم، والناس احتجوا على هالشي هاد. قالوا لي يعني رح نشوف أفلام كرتون، فرحت ضفت لهم قنوات موسيقى ورياضة. انتبه منيح حسني، رهف ما لازم تعرف بشي شو ما صار. طمني بالك أمي. شو هذا اللي بإيدك؟ هذا آيباد أمي، في ألعاب جواته. تعرفي حفيدتك من النوع يلي بتحب أفلام الكرتون، ما شاء الله عليها، كبرت وصارت صبية. ما في غير أفلام كرتون؟ هذا كله كرمالك، عملنا كل المحطات كرتون لتنبسطي. بس عمو حسني أنا ما بحب هيك أفلام كرتون، لاقي لي شي محطة غيرها. وضفتلك هون مجموعة ألعاب يا سلام، بتحبيها. شكرا كثير عمو حسني. وهلأ رح توفي بوعدك، رح جيب لك وجبة الغداء ورح تاكليها كلها. من امتى ما بوفي بوعدي أنا؟ خلص لكن جيب لي آكل. شطورة. المنعوا التلفزيون مشان ما أحضر مسلسلات الكبار، بس أنا رح فوت على الإنترنت. وها؟ هي ليلى وبابا. للأسف تركيا اليوم فقدت واحدا من أفضل مواطنيها الأبطال الذين عاشوا في سبيل خدمتها، مراد علمدار. استشهد أثناء عملية فدائية بالجبل لصالح تركيا، وجثة مراد نقلها أقرب صديقين له هما عابد وعبد الحي، حيث جلباها إلى اسطنبول. بابا من وين طلع لنا هذا الشاب المقنع؟ كنت رح أقول زلمة الختيارية، بس يبدو عم بيهاجمون. شو عرفك إنه عم بيهاجم الختيارية؟ يمكن عم ينقذهم. نحن مبين وضعنا، كنا بوضع ما رح نقدر نقرب ونعمل شي لهذا الزلمة. معناتها أركان ليش عمل هاي اللعبة معي؟ ونحن من وين بدنا نعرف ليش عمل هيك هذا العديم الشرف؟ كان لازم نقوصه براسه وقت صحلنا نقوصه، ما كان لازم نخلي دم أخونا ميماتي على الأرض. إذا بدنا نعرف مين يلي قتل ميماتي لازم أركان يضل عايش. على فكرة أنا عم يخطر ببالي شي تاني هلأ. نحن لازم نلاقي نهاد. شو جنيت عابد؟ شو بدك فيه؟ نهاد رح يلاقي الختيارية؟ لا أخي عبد الحي، نهاد رح يلاقي الزلمة يلي بيقدر يلاقيهم. سيدي لازم تقرب وتشوف هون. سيدي سيادة النائب. نعم سيدي. مفهوم سيدي، رح أجي فورا. ما بتدخلوا حدا،
عينات الدم بيفحصوها المختصين عنا. أخي أكيد رح يحس إنه في شيء إذا اتصلت وحكيته. اتصل فيه، إذا ما حس علينا بشي وقتها منشوفه. الو سيد متى، نحن لازم نلتقي. خير، شو في؟ ما بقدر على التليفون. اركب سيارتك وتعال. الأحسن إنك تجي لعندي. ابني، إذا المشكلة بتخص المرحومة أمك فأنا عم بعمل كل شيء لأكتشف مين ورا الحادث. سيد متى، في مشكلة بتخصني، بدي إياك تساعدني بموضوع. بتمنى ما تنزعج من طلبي هاد. مو مشكلة ابني، أنا جاي. ينتفخ وشك هلا ابو حلاء. معلم، كسرت لي انفي. احمد ربك ما قطعت لك راسك، كنت رح تروح تعبنا، كل شغلنا كان رح يروح بسببك. معلم، انا شفت العلامة على القداحة تبعه، هذا نفس الزلمة يلي قتل عيلتي كلها. طيب ابني، منحل لهالمشكلة ورح ناخد بتارك مع بعض كلياتنا سوا. معلم، ما بثير هالحكي، ما رح اعطي دوري لحدا، لازم بالاول ننتقم للخال ضاضة. معلم، المجموعة عم تطلع، يلا جهزوا حالكم. انت ما عطيتني امر اغتيال ميماتي باش؟ انت فهمني كيف لقيت الممر السري يلي عندي، وبعدين انا رح اقول لك كل شيء بالتفصيل. يعني مو انت يلي لقيته؟ انت لهلا ما جاوبت على سؤالي، مو انت يلي عطيت امر اغتيال ميماتي باش؟ يلا احكي. هي الاسئله يلي عم يخبرك عنها خليه يجي قدامي وانا رح جاوبه عنها. انا عم بسألك ابني، انت ليش مفكر اني انا يلي عطيت الامر؟ انا فهمت انه في حدا قدر يخدعك بهالحكي، بس مين؟ الامر عطاني يا زلمتك سميح، فيك تقلي انه سميح ممكن يعمل هالشي من راسه؟ لو شفت سميح كنت سألته نفس السؤال، بس للأسف سميح هرب واختفى. اعترف، انت يلي اعطيته الامر ولا لا؟ عندك القدرة تجيبني لهون وما عندك القدرة انك تجيب سميح؟ ما دام انت اخذت الامر منه، روح جيبه لسميح خليه يحل هذا اللغز. وشو بدك مقابل هالشي؟ أنا رح أعطيك معلومات قيمة لتقدر تاخذ المستلزمات النووية بأمان. أنت عندك شي تعطيني إياه بالمقابل؟ ما في داعي تتفاوض معي سميح، رح نعطيك شو ما بتطلب، أنت احكي. سمعت الحياة بالجبل ببعض المناطق حلوة ومريحة، عم فكر بعد عن اسطنبول هالفترة. شو عزيز، مين في عنده بالمكتب؟ سيدي، في عنده الأستاذة ليلى وعبد الحي وعابد. سيدي، إذا بدك منفوت بالأول ومنأمن لك المكان. بدك إياهم يقولوا إنه صرت خويف بعد هالعمر؟ رح نفوت ورح ناخد بخاطرهم كمان. شاكر، اجا السيد متى. الباقية بحياتكم، زعلنا كتير. بحياتكم الباقي. تفضل.
أستاذة ليلى، الله يصبر لك قلبك. رح أطلب الصبر لأخذ بالتار يا سيد متى. ما تتفاجأ أبداً بحكي هاد. أنت منعت نشر الخبر بوسائل الإعلام. أنت بتعرف عن مين عم دور. ابني، أنا أجيت لهون مشان ساعدك. إذا ما في شي بيخصك خليني أطلع من هون فوراً. هاي المسألة بتخصني شخصياً يا سيد متى. هاي المسألة ما فينا نحكي فيها هون. بدك تحكي كل شي هون. شو طقمخكن يا جماعة؟ أستاذة ليلى، ما دخلك فيهم. أنت كيف بتعملي هيك شغلة معي؟ أنا ما في شي ما رح أعمله لأخذ بتار مراد علمدار. حتى لو بدي ما رح أقدر ساعدكن. لو بتعرفي شي بسيط عن الختيارية رح تعرفي إني ما رح أقدر ساعدكن بشي. رح تتصل بالسيد أشرف ورح تبعتنا لعنده. باقي لا تقرب كتير، رح ينتبهوا الجماعة على السيارة. معلم إذا ضلينا بعاد يمكن نضيعهم. ابني، جوات الغابة كم سيارة موجودة؟ ضوء السيارة منشوفه على بعد كيلومتر. لا عملك شو صار؟ معلم هذا فخ. برافو عليك باقي، انتبهت له على بكير. طمني عنك، انت بخير؟ قضيت على كل الأشخاص وما بقي أي دليل بتعلق بالعملية. وأركان؟ سيدي، أركان بعده مفكر إنه هو نفذ أوامر فاروق وما عنده علم فيك، وفي حال حدا صدقه فهذا العمل انكتب على اسم فاروق، وحضرتك ما في داعي تقلق أبدا. لازم نكون واثقين إنه هالمشكلة انتهت قبل ما يموت فاروق، فهمان علي؟ قلي، حضرت حالك مشان تترك البلد؟ حضرت حالي سيدي. ممتاز، بس يخلص كل شيء رح أرجعك على البلد. سيدي، ما رح أرجع قبل ما تصير الكبير. إيه لا تقلق، أنت ما رح تضل كتير برات البلد يا ابني.